السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجه صلوا بينا على النبي واذكروا الله. وتعالى اوريكم النهارده واحنا بنفرز كده الطماطم بتاعتنا. تعالى اوريكي احلى تفريزه للطماطم، طبعا بمناسبه ان الطماطم رخصت شويه ونزلت معانا كده في السوق، فانا جبت كده عدايه. وتعالى اوريكم انا فرزتها ازاي. هتنفع معاكي في عزومات، هتنفع معاكي كده تطلعي منها على طول تعملي شوية محشي، شوية مكرونة بصلصة. مش هتاخد معاكي خالص اي وقت على النار، هتتسبك معاكي على طول. تعالى انا اوريكي دلوقتي انا ازاي فرزتها وتقعد معاكي كمان لشهر رمضان ان شاء الله. جبت كده طبعا الطماطم وهحطها كلها كده زي ما انت شايفة. هنغسلها طبعا كويس جدا. وبعد كده هنمسك الطماطم بتاعتنا، طبعا هحوش الناشفة شوية كده احطها على جنب. دي هخليها طبعا في التلاجة عندي، هعمل بقى مثلا سلطة او احطها على اي حاجة. وهنقي بقى اللي هي مستوية شوية. واهم حاجة هتحوشي الحتة الخضر اللي فوق دي كده بالسكينة. وهي الحتة اللي فوق دي هتحوشيها كده بالسكينة، وتقطعي بقى ايه الطماطماية 4 ترباع كده وخلاص. هتحطي بقى كده كل كمية الطماطم بتاعتك في الحلة. وبعد كده بقى هوريكم دلوقتي هحط عليها ايه، هخليها تبقى هيعزز الطعم بتاعها والفايدة بتاعتها كمان. ولونها هتبقى لونها احمر قوي، طبعا هي ما كانش لونها احمر قوي، كانت خضرة سنة كده. بس انا طبعا هخليها بعد ما تتسبك هتشوفوا شكلها دلوقتي. انا كده حطيت عليها بنجر، عارفين انتوا طبعا البنجر. وحطيت عليها 4 قرون فلفل كده قطعتهم، هيدوها طعم جميل جدا. وحطيت عليها شوية بابريكا وشوية فلفل اسود بس كده، واسيبها بقى كده على النار، مش هحط اي مية. هي المية اللي انتوا شايفينها دي هي نازلة من الطماطم. حطيتها كده طبعا على النار. طبعا دي كانت الطماطم دي خلاص بتاعتي اتسلقت الحله دي. التانية بقى كنت لسه حطاها زي ما انتوا شايفين كده. ما حطيتش ميه خالص، هي كل الميه دي بتنزل من الطماطم، وكانت حمرا كده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله. سبتها طبعا بردت خالص تماما كده، حطيتها على الرخامه لما بردت. وبعد كده هجيب الخلاط بتاعي وهفرم بقى الطماطم، طبعا هتبقى تقيلة جدا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هتطلعي الكيس كده من الفريزر، يا دوبك هتقطعي مثلا لو انت هتعملي حاجة ببصل او حاجة بتوم، هتحطيها 5 دقايق على النار. هتلاقيها سبكت معاكي، ولونها بقى احمر قوي كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني. وهوريكم دلوقتي كل كمية الطماطم ما شاء الله اللي طلعت من القفص، غير الحبايه المجمده اللي انا شلتها يعني ما شاء الله. دي كانت كل الكميه، طبعا ما فيهاش اي ميه خالص، هي الميه خلاص شربت الميه خالص، وتخينه كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني صلصه. لو انت حطيتي عليها شويه سكر كده وشويه نشا هتبقى معاكي كاتشب وهتبقى تحفه يعني ما شاء الله. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في تفريزه الطماطم.